سلام الله عليكم أحبتي الغاليين. منذ بدء الخليقة يتصارع الخير والشر. ينتصر الخير مهما طال الزمان ومهما تعددت أساليب الشر. في هذه قصة وعبرة. دار حوار بين شاب يافع وامرأة عجوز مصابة بالخرف، فقال لها: أنا رجل يافع لدي صحتي ونفوذي وأمتلك الكثير من المال والحياة الرغيدة. أنت آمنتِ، صليتِ، فعلتِ الخير للناس. أنا اليوم الأكثر قساوة، وأنت ألطف شخص عرفته لليوم. أما أنت اليوم مصابة بالخرف. اشرحي لي ذلك. قالها باستهزاء، فقالت: يا بني، في كثير من الأحيان يسمح الشيطان للإنسان أن تكون حياته خالية من المشاكل كي لا يلتجئ لله سبحانه وتعالى. تكون خطيئته مثل زنزانة كبيرة، إلا أن كل ما فيها مريح ولطيف، وأبوابها مفتوحة على مصراعيها ولا حاجة لمغادرتها، إلى أن يأتي الوقت وتغلق الزنزانة أبوابها بشدة عليه ويكون قد فات الأوان. دهش وخاف وصعق بهذه الإجابة الحكيمة والرهيبة. ورغم إصابتها بالخرف، إلا أن عملها الخير. آمنت وصلت واتقت الله في عباده. أبقى الله سبحانه وتعالى على وعيها، على حكمتها. إن الخير وفعل الخير والنوايا الحسنة تذهب بالإنسان في آخر العمر إلى الوعي، رغم أن الجسد يهرب، إلا أن الوعي متقن يميز بين الخير والشر إلى آخر العمر. نعمة يهبها الله لمن فعل الخير للناس ولنفسه طوال الحياة. ذكر في الإنجيل المقدس عن السيد المسيح عليه السلام، إنجيل يوحنا، أنه قال: ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. ذكر في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. صدق الله العظيم. يا رب سلام الأمان لبلد الحبيب والغالي سوريا. يا رب السلام والأمان لكل الدول العربية. يا رب السلام والأمان لكل بلدان العالم. من كل قلبي وروحانيتي بشكركم على طول، بشكر محبتكم، نقدكم البناء، دعمكم ولطفكم معي.